بعد تعافيه علي جابر يعود لبرنامج Arabs Got Talent، وترحيب قوي من نجوى كرم وموقف باسم يوسف ومعلومات لأول مرة تعرفها عن علي جابر. بس أولا يشرفني اشتراككم في القناة ونكمل حبايبي. والإعلامي اللبناني علي جابر كان قضى 19 يوم داخل إحدى المستشفيات يعاني من نزيف داخلي بالمخ إثر جلطة أصيب بها، ودخل في غيبوبة لمدة 6 أيام، والحمد لله على سلامته. الاسم علي معين جابر، الميلاد 5 أغسطس 1961، يعني عمره حاليا 63 سنة، بالصحة وطول العمر يا رب. الجنسية لبنان. وعلي جابر حصل في عام 1984 على البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت، كما حصل على الماجستير في الاتصالات العامة من جامعة سيراكيوز في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1986، ودكتوراه من جامعة كامبريدج في بريطانيا، ويعمل مديرا عاما لقنوات الMBC، وكان بيلقي محاضرات في الإنتاج التلفزيوني في الجامعة اللبنانية الأمريكية بالفترة من عام 1987 ل 1997، وبعدها تولى إدارة التلفزيون من عام 1998 حتى 2002، وهو المستشار الإعلامي في المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، ومؤسس ومدير إدارة تلفزيون المستقبل في الفترة من عام 1992 لعام 2003، وعميد كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية في دبي منذ عام 2008، وما زال عضو في لجنة التحكيم ببرنامج اكتشاف المواهب Arabs Got Talent. وبرنامج Arabs Got Talent برنامج ترفيهي من نوع تلفزيون الواقع، يسلط الضوء على البحث عن المواهب الفردية والجماعية الموجودة لدى العرب. والبرنامج هو النسخة العربية من البرنامج البريطاني Britain's Got Talent اللي عرض للمرة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2009 على قناة إن. وبيتضمن الموسم السابع لجنة تحكيم جديدة تضم الفنانة اللبنانية نجوى كرم والفنان السعودي ناصر القصبي، بالإضافة للإعلامي المصري باسم يوسف الذي سينضم لأول مرة كبديل للفنان أحمد حلمي. وحرصت نجوى كرم على الترحيب بصديقها علي جابر قائلة: بلا شك أرحب عودة الزميل والمحب الناطق بالحكمة الأستاذ علي جابر، اشتقت له كتير وكنت مفتقداه كثير. وأخيرا بنقول للأستاذ علي جابر الحمد لله على السلامة، هو شخصية رزينة وحكيم في آرائه ونور البرنامج بالتأكيد. وشكرا حبايبي على حسن المتابعة، مع السلامة.